إذا عندكم واحد يؤمن بالله ولكنه يستمع للغناء وما يدري أو مو خايف بالقبر شنو يصير حق اللي يسمع أغاني، عليك الله تقول لي شوف هذا الفيديو. أنا أتحدى كل مستمع للغناء بهذه التجربة. عندكم كلكم ماي وعندكم غلاية، وتدرون أن الماء يغلي عند 100 درجة سيليزية وما فوقها، يعني الماء راح يتحول يصير بخار. إنزين جرب تحط الماء بالغلاية وتجيب القطارة، عرفتوا قطارة اليهال؟ يبوا القطارة هذه وحطوها يم ذنكم، شوية جربوا تقطرون قطرة قطرتين ثلاثة بماء يغلي داخل الإذن، وشوف هذا الألم تقدر تتحمله أو ما تقدر. كم قطرة تتحمل من هذا الألم؟ إنزين إيش ياب اللي يابوا هذا شكل بموضوعنا. أنا أقول فعن النبي صلى الله عليه وآله: ألا من استمع إلى اللهو أي الغناء يذاب في أذنه الآنك. الآنك شنو؟ الرصاص. شلون يذاب؟ يعني لازم الرصاص ينصهر. خل أعطيك معلومة، الرصاص ينصهر عند 327 درجة سيليزية، يعني أكثر من 3 أضعاف حرارة الماء المغلي اللي ما تتحمل قطرة منه. والماء ماء، الماء يتبخر، الرصاص حبيبي ما يتبخر. وكل هذا عشان كم أغنية أنا سمعتها في الدنيا، مزاجي كان مو حلو، والله أنا فقدت حبيب، والله أنا زعلان، والله أنا أبي الدنيا تتونس حقي، والله بعدل نفسيتي، والله أنا كآبة، وهي اللي تجيب لك الكآبة. كل هذا عشان كم أغنية سمعتها في الدنيا. يلا جرب أنت بالماء المغلي، خلينا نشوف فعلا الإنسان قابل على تحمل هذا الكم الهائل من الحرارة من ماء مغلي، ناهيك عن رصاص يدخل يذاب في أذنه الرصاص. هذه شغلة. الشغلة الثانية يا معود بس صل على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا نصوص كثيرة تقول لنا أن الغناء رقية الزنا. تدري شنو يعني؟ يعني طريق الزنا الأغاني. ليش؟ أنا أسمع أغنية تهيج في داخلي مشاعر، تثير في عقلي أفكار لا يرضى بها الله عز وجل، بعدين أقول والله ليش أنا أفكر بالحرام، والله ليش أنا أبي الحرام، والله ليش أنا ما أبي الحلال. أتعب كله من الأغاني، ما يستاهل الموضوع. وفكر فيها بالقبر متر بمتر بروحك، ما حد درى عنك، وما تدري القبر ايش كثر يطول، آلاف السنين، ملايين السنوات، ما تدري بروحك تعذب عشان كم أغنية. أنا أقول استغفر ربك وتب إلى الله وعاهد ربك أن لا تعود لمثل هذا الأمر كرامة لوجهه جل وعلا، وشوف شلون راح تنزل عليك خيرات ويدخل في قلبك سكينة ما كنت متصور إنها موجودة أصلا في هالدنيا، وصير من اللي قال عنهم الله عز وجل: الذين هم عن اللهو